معقول أنا رح صير مرت سليمان ابن الزعيم أبو مالك؟ والله ما عم صدق، شلون هيك صار؟ يا ترى أنا بحلم ولا بعلم؟ شو يا عمو؟ مبسوطة؟ بصراحة يا عمو مالي مصدقة، حاسة حالي عم بحلم. بحياتي ما كنت فكر إنه ممكن يجي هيك يوم. يعني أنا بدي أتجوزه لسليمان ابن الزعيم؟ إيه أنا وين وهو وين؟ يا أمي هذا كله بإيد رب العالمين، ما حدا بيعرف شو نصيبه وشو مقدر له. هي أنا مين كان بيعرف إنه يكون نصيبي على زيدان الأعور؟ آخ يا أمي شو تعثرت معه، آخ يا أمي شو كانت حياتي صعبة. سمعته ماله منيحة بين الناس وبيحشش، ومش كل جيل ما حدا بيحبه. قتل 2 من الدرك وانحكم 25 سنة قبل ما يعرف إني أنا حبلة فيكي. يعني لا شافك وأنتي ما شفتي. كله هذا نصيب لك أمي. يعني مزبوط يلي حكيت لك إياه عن أبي يا عمو؟ يا مو شو بدك بالقصة؟ صارت ماضي أمي، خلينا نفكر فيكي وباليوم وببكرة. قولي لي هلا، يعني ما عاد في داعي اتعلم خياطة يا مو؟ إن شاء الله لا، ما في داعي يا عمو، تقبري قلبي. بعيد الشر عنك يا مو. الله يخلي لي اياكي يا رب. الله بعث لي اياكي من السماء لحتى انسى كل ايام التعتير اللي قضيتها مع ابوكي. بتعرفي يا مو، انا لولاكي كنت متت تطقيق من زمان. بعيد الشر يا عمو، إن شاء الله عدوينك يا رب، لا تحكي هيك. يا مو خلينا نغير القصة كلها، قومي سوي لنا كاسة شاي خلينا نروق مع بعض. من عيوني أحلى كاسة شاي، تقبريني. الله يرضى عليك يا رب. وهي أحلى كاسة شاي. يا مو وين صفنانة؟ لا يا ماما مالي صفنانة، بس رحت لبعيد. عم فكر كيف بدي جوزك أنا وأخلص منك. لا ما بدي أخلص منك، بدي إياك تضلي عندي تقبريني. يا روحي يا مو. يا روحي الله يسعدك يا رب. شايفة يا مو، شايفة يا مو، الحمد لله الحمد لله على هالنصيب اللي إجاكي، الحمد لله. تقبريني يا مو. يلا ألف الحمد لله، منيح الله أكرمنا. بتعرفي يا مو أنا كثير مبسوطة إنه الزعيم بحب البنت إنه تدرس تتعلم. الحمد